فكرك هنعدي خبر ان انت مسكت ملف التعاقدات تاني؟ التعديه لما هيتعرف يعني ومش هيتعرف. مبروك. الله يبارك لك. طيب يعني هنقول اقرب صفقه ولا؟ لا لا طبعا، ده انت بالعكس بقى. كل ما يكتب او يقرا خدوه من هنا ومش يفوت من هنا ويفوت من هنا برضه. مفيش حد يصدق كلمه بتتقال دلوقتي. ممكن يصادف حد منهم يخلص، لكن كل اللي بيتقال وعلى ضمانتي وعلى ضمانه غيري بتاع لن يحدث. سنعيد الاهلي الى تقاليده في العمل. اللي هيتكلم ليس له وجود بيننا. ده شرطي الاساسي. الا يتحدث احد، واللي هيثبت انه سرب قاعده سرب، حتى يقول لك كنت شايفهم بيمدوا رايحين ناحيه اوضه الاجتماع. اللي يكلم والله انا بكلمك بجد، اللي يكلم ساعي بتاع ايه اللي حصل وايه الاخبار ودخلوا امتى خرجوا امتى. الساعي ده هيحاسب. فالنبي الاعلاميين يحافظوا على اكل عيش الناس شويه. طيب وانت تحافظ على جمهور ملك وكتابه. وانا حافظ على شغل الاهلي. جمهور ملك وكتابه يسعدوا الصفقه اللي خلصت، مش اللي يقعد يتكلم فيها 10 ايام. لا، هو عايز الصفقه اللي خلصت. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.